السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن الواسطة والمحسوبية في الوظائف الحكومية في مصر. طبعا كلنا عارفين ان الواسطة والمحسوبية من الأمراض السائدة في مصر، ولها تأثير كبير في المجتمع والاقتصاد. الشعب المصري أقل اعتمادا على نفسه في اتخاذ القرارات، وتتدخل الواسطة والمعارف في اتخاذ قراراته بشكل كبير مقارنة بشعوب العالم الأخرى. بالطبع كلنا عارفين أن هناك أمور كثيرة في مصر تلعب فيها الواسطة أعظم الأدوار، وللأسف يطال هذا الفساد الجميع في مصر بشكل غريب. وطبعا أغلب الجيل بتاعنا وصلوا لمناصبهم بالواسطة. طبعا الأب قاضي فلازم يكون ابنه قاضي. طبعا الموظف في الدولة لازم يكون ابنه كمان موظف. مسؤول كبير في الدولة لازم ابنه يكون له منصب كبير في الدولة، وهو ده حال بلدنا. مصر من أكبر الدول في العالم غنية بالفساد، وديت يعني دراسات كتير اثبتت الكلام ده بتقارير، وهي موجودة حاليا على الانترنت والقنوات. والمصيبة الكبيرة بقى عندما تضع شخص غير مناسب في المكان الخطأ وهو لا يستحق هذا المنصب. لما يكون في شخص مجتهد وكفء، ذنبه ايه لما غيره يسرق حقه بالواسطة والمحسوبية بأقل مجهود منه؟ النقطة التانية بقى، تعالوا نشوف تأثير الواسطة والمحسوبية على الاقتصاد وحياة الناس. هناك تأثيران مهمان: انك تحط شخص غير مناسب في مكان خطأ، وسيحصل شخص لا يستحق على منافع او مكاسب ليست له من الاساس. فالطبيب الذي يعين بالواسطة للتدريس في الجامعة على حساب من هم افضل منه سيحصل على مرتب لا يستحقه، وبالتالي سيدخل ابنائه مدارس لا يستحقونها، ولما يكبر وهيحصلوا على مناصب غير آهلين لها. عندما يرى الطالب الجيد أنه لم ينل ما يستحق، فماذا يفعل؟ بالتأكيد سيهاجر أو يتأثر نفسيا ويكره البلد والشعب. طبعا كلنا نعرف قصة الدكتور مجدي يعقوب الذي هاجر لأسباب مشابهة، ووقتها خسرته مصر، لأنه طبعا كان سيساهم حينها في مسيرة التنمية. ونتيجة لكل ده تحصل مصر على ونتيجة كده تحصل مصر على شباب كاره للبلد لم ينال حقه فيها، فيضطر يهاجر. وأخيرا الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري هما السبب الأول في تراجع النمو الاقتصادي. لك الله يا مصر، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي لمشاهدة كل جديد يعود للصالح المصري والشباب. كان معكم السيد عزت، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.